طعنة الرحم المهاجرة، العلاج بتاعها بيبدأ حسب الشكوى وحسب الحالة. يعني لو البنوتة الصغيرة اللي جاية تشتكي دي ممكن تاخد مسكنات بسيطة مع الدورة الشهرية، ممكن تاخد هرمونات تعويضية عشان تقلل كمية النزيف أو كمية الدورة الشهرية أو توقفها فترة. الكيس الكبير ده قد نلجأ إن احنا نشيله عن طريق المنظار لو هو حجمه كبير فعلا، أو عن طريق الفتح لو هو حجمه كبير وعمل التواء في المبيض. خلاص منع الحمل ليها دور أساسي ومحوري في علاج البطانة المهاجرة، لأن هي بتوقف الدورة الشهرية، وبالتالي طالما مفيش دورة شهرية يبقى مفيش نزيف داخلي، يبقى حجم الكيس يا اما هيستقر او هيكش مع الوقت. وبالتالي انت عملت يعني حل كويس جدا وبسيط بحاجه بسيطه خالص من غير تدخلات جراحيه. انا في رايي البطانه المهاجره من الحاجات اللي لازم تتشخص بدري. اي حد عنده اعراض يفضل ان هي تلجا لدكتور نساء تعمل سونار، ده ضروري جدا، لان لما بتلحق في الاول العلاج بيبقى مسكنات واقراص منع حمل. لما بتتشاف متاخر قوي للاسف الموضوع بيوصل لعمليات جراحيه او مناظير او كده.